السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ معلش بس ان انا غبت عليكم فترة طويلة. جينا لكم بقى بحاجة حلوة كده هنخش بيها بيكم. نصلي على النبي كتير ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. بسم الله ما شاء الله. بص هنعمل بقى معاكم صينية كيكة ببيضتين، بيضتين بس وكوبايتين دقيق. بصوا هشة طرية جدا ومستوية، وعاملاها انا ايه بطعم البرتقال. بصوا حاجة كده في الخيال اهي. بصوا التانية مطلعاها جميلة جدا. بصوا شكلها مورقة جدا وخفيفة، حاجة كده في الخيال وريحتها تجنن. بصوا حاجة كده تحفة. قبل بقى ما نخش على المقادير ما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان اوصل لكم كل جديد يا احلى حبايب في الدنيا. يلا نخش على المقادير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا والله. معلش اللي انا غبت عليكم كده، معلش حصل ظروف. النهارده بقى جبنا لكم بقى ايه، هنعمل كيكة بسيطة جدا للعشاء، لزوم العشاء. قاعدة زهقانة قلت اعمل ايه، صينية كيكة. معانا كوبايتين دقيق وكوباية سكر على حسب بردك الحقيق بتاعكم المظبوط بتاعكم، وبيضتين. ومعانا الفانيليا بقى بالبرتقال، انا عاملاها بقى بطعم البرتقال. ومعلقتين كبار نشا، واللهم صل على معلقه كبيره او كيس بيكنج باودر كبير اهو. هنحط بقى البيض مع السكر هنضربه جامد. حطينا بقى البيضتين مع نص المقدار، نص المقدار السكر. وحطينا الفانيليا طعم البرتقال، ريحتها قلب الدنيا صراحه، بحبها قوي. هضرب وارجع لكم. بصوا القوام بقى بتاعها اهو كريمي اهو. بصوا كريمي اهي. هنحط بقى ايه الزيت، هنحط ايه يعني شويه صغيرين يعني مش كتير قوي برضك اهو. الماده الدهنيه بتاعتنا مش هنحط لها ايه يعني في مقدار ربع كوبايه زيت. وهنضرب برضك هنحط لها لبن وهنضرب ونرجع لكم. فضينا كده الدقيق بكوبايتين مع المعلقتين كبار هرميين نشا مع البيكنج باودر. هنلفهم مع بعض كده. النشا بتعمل طراوة، النشا بتعمل طراوة في الكيكة وبتخليها تبقى عالية. جبت بقى كده المضرب اليدوي عشان هلفه بقى بيه بالراحة. بصوا هنزل ايه معلقتين معلقتين كده كده، وهنعمل كده بجهة واحدة في جهة واحدة اهو. زي ما ايه المكونات تتخلط في بعضيها ننزل الباقي زي ما انتوا شايفين. هنخلص بقى الكمية ونرجع لكم. بصوا بقى سمكها، بصوا ولا تقيلة ولا خفيفة اهو. هنحطها بقى في الفرن مسبقا في التسخين. وبصوا يا جماعة بعد ما دهناها بقى الصينية دي مقاس 26 دي، دهناها زيت كلها حلو وغلفناها. وهننزل بقى ايه الكيكة بتاعتنا هنفضي بقى كده. بصوا الكيكة وسمكها عامل ازاي حطيناها بقى في الصينية اهو. وهنحطها بقى في الفرن مسبقا يعني ايه تسخين. بصوا بقى يا جماعة الفراغات دي انا مش هدبها واطلع الفراغات الهوا دي بتاعتها. بصوا اهي مش هنطلع الفراغات دي، مش هندبها دي الهوا بتاعتها بتاعت الكيكة يبقى بتاعتنا مظبوطة اهي. بصوا بقى الكيكة بتاعتنا مرتفعة ازاي ببيضتين بس، بيضتين بس. يعني الناس بتعملها ب3 وب4 وب5، احنا عاملينها ببيضتين. بصوا حاجة جميلة جدا. هي خلاص استوت. هنقفل من تحت نخلي الشواية بس شوية. بصوا بقى احنا خلصنا الكيكة بقى بتاعتنا. هنقطعها بقى معاكم هشة جدا وخفيفة اهي. بصوا بقى سمكها
بص هي لسه سخنة، بصوا بصوا عاملة ازاي. بصوا اهي مستوية حلو ولا اي حاجة خالص. بصوا هشة جدا، بصوا هشة جدا، حاجة كده طعمها جميل وتحفة، حاجة كده في الخيال. متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة يا احلى حبايب في الدنيا، احلى متابعين. يلا هنكبر بيكم ان شاء الله.